هذا هو بوحمارة اللي على بونت، وكانت السلالة ديالو غادا تكون هي اللي حاكمانا بلاصة الملوك العلويين. هذا هو اللي دار أكبر وأقوى تمرد للدولة المغربية، وهذا هو اللي أسس الطريقة الصوفية النورانية اللي جمع بها الكثير من الناس، وخصوصا أصحاب الطريقة الصوفية اللي كانت تنتقد الدولة المغربية والسلطان. وكان بوحمارة تيأججهم وتيقول لهم بأن القصر والسلطان متمردين، أن الجيش تيخدم النصارى، حيث كانت عنده طريقة واعرة بزاف في الإقناع والإلقاء. وكان تيخبر الناس بأنه هو الأمير محمد ولد السلطان مولاي الحسن، وأنه هو الأحق بالعرش. وكان بوحمارة ولا يهدد الدولة المغربية وحكم الجهة الشرقية كاملة، ونصب راسو سلطان عليها، ودار العاصمة ديالو هي تازة، وحكم الجهة الشرقية 7 سنين تابع. وانت تتسمع سمية بوحمارة تيجي ليك ببالك بحال شي واحد بوهالي ولا شي عطار، وزعم وبغا ياكل اللحم. لا سيدي بوحمارة راه قرا في سلك الطلبة المهندسين في فاس، وكمل قرايته في فرنسا، وكان التخصص